هو أنا لازم أفهم مفاهيم الذكاء الاصطناعي حتى لو مش مجالي؟ السؤال ده مهم جدًا، أنت لازم تفهم كل مفاهيم الذكاء الاصطناعي لأن هو لغة العصر وكل الناس دلوقتي بتتعامل بالذكاء الاصطناعي. طيب إيه هو أصلًا الذكاء الاصطناعي؟ الذكاء الاصطناعي ده اللي أنت تخلّي الكمبيوتر يعمل نفس الشغل اللي أنت بتعمله بالضبط، تمام؟ تمام. ييجي مصطلح مهم جدًا بعده وهو الmachine learning أو الML أو لغة تعلُّم الآلة. ده معناه إيه؟ ببساطة إن أنت بتدّي بيانات للكمبيوتر وبتيجي تقول له اتعلّم منها. في أنواع كتيرة أوي من اللغة دي، لغة تعلُّم الآلة، زي مثلًا supervised learning وunsupervised learning وفي أنواع تانية كتير. فببساطة أنت من البيانات دي بتقدر تخلّي الذكاء الاصطناعي يقدر يطلّع pattern أو حلول معيّنة ويقدر ياخد قرارات معيّنة. طيب بعده مفهوم تاني مهم جدًا وهو الdeep learning. إيه هو الdeep learning؟ ببساطة كده الdeep learning ده اعتبره زي مُخ بني آدم موجود في الكمبيوتر. ده بيعمل حاجات الأصعب شوية، إن هو يفهم مثلًا صوت، يفهم فيديو، يحاول يحلل الحاجات دي بشكل أعمق شوية. بيعتمد على حاجة اسمها neural networks زي اللي بيحصل في دماغك بالضبط، اللي هو الشبكة العصبية اللي في دماغك حقيقي. إيه الأمثلة اللي عليه؟ زي سيري مثلًا. طيب بعده المصطلح الأهم وهو الgenerative AI أو الذكاء الاصطناعي التوليدي. طب هو إيه ده؟ إيه مهمته أو إيه وظيفته؟ ده واحد عنده كمية بيانات ضخمة جدًا ومع ذلك هو ما بياخدش قرار بس، لأ هو ممكن يعمل لك صورة، فيديو، يعمل لك مقال، يعمل لك أي حاجة، بيولد لك حاجة بناءً على بيانات مسبقة زي ChatGPT وزي Google Nano Banana وزي Gemini. هل أنت محتاج إن أنت تفهم كل الكلام ده على الذكاء الاصطناعي؟ لأ، هو في مفاهيم أكبر من كده وفي مفاهيم أعمق، بس في course basic أنا باrecommend لأي حد سواء في مجال الذكاء الاصطناعي أو غيره أو حتى حد مش مهتم بالمجال نفسه، هو محتاج إن هو يفهم الbasic والأساسيات بتاعة المجال ده. الكورس ده من جوجل، لو حد محتاج اللينك بتاعه ممكن يقول لي في الcomment. شكرًا.